ازاي اخلي جسمي محرقة دهون في رمضان؟ اتمرن امتى بقى؟ هل اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ ده اللي هقوله لك في الفيديو ده، وهديك كل المواعيد اللي ممكن تتمرن فيها، وايه احسن ميعاد هيجيب معاك نتيجة لو انت عايز تخس. يا ترى لو هتمرن قبل الفطار المفروض اتسحر ايه علشان اعرف اتمرن قبل الفطار؟ ولو هتمرن بعد الفطار المفروض ان انا اكسر صيامي وافطر ازاي علشان اعرف اتمرن ويبقى هضمي كويس؟ كل ده هتعرفه في الفيديو ده. سبسكرايب، لان ان شاء الله يوم السبت هنزل لكم تحدي بعد ما تكونوا خلاص بوظتوا اول يومين. تحدي ازاي نخسر 10 كيلو في رمضان. فاعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك الفيديو الجديد على طول. الفطار مثلا وليكن الساعه 6، انا الساعه 4 الساعه 4 ونص ابقى في الجيم، او الساعه 5. تمام. ليه؟ علشان التمرينه ما تبقاش طويله، التمرينه تبقى من 40 ل 60 دقيقه، واول ما تخلص تمرين يبقى الاذان بيدن وانت بتعرف تشرب ميه خلاص. فده مهم جدا 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 ان انت لو هتتمرن قبل الفطار يبقى التمرينه مش طويله، لو انتنستي، الفوليوم بتاعها مش كبير، من 40 ل 60 دقيقه، وتكون التمرينه قبل الفطار على طول، بحيث ان انت بعد كده تدخل بقى جسمك الميه وتاكل زي ما انت حابب. ده كده اول حاجه، اول توقيت ممكن تتمرن فيه في رمضان. تاني توقيت اللي هو بعد الفطار على طول. يعني انت دلوقتي الفطار وليكن هو الساعه 6، الساعه 6 ونص انت في الجيم. طب هتعمل دي ازاي؟ هتعمل دي عن طريق ان انت هتكسر صيامك بس. هتيجي ساعة الأذان لما يأذن تشرب ميه كويس جدا، تاخد 3 تمرات، ممكن تاخد بقى سمبل كارب زي الموز، حاجات سهلة الهضم. أقصى حاجة خالص ممكن تاخدها مثلا بطاطا، دي حاجات مش هتتعبك وأنت بتتمرن. تشرب كوباية القهوة بتاعتك، تاخد معاك ميه فيها ملح، تحط ملح بحري اللي هو ملح الهيمالايا لونه ازرق ده، وتحطه على لتر ونص ميه وترجهم مع كوبايه القهوه اللي انت شربتها مع التمر والموز، وتنزل تتمرن. تمام كده انت الكفاءه بتاعتك 60 او 70%. فكويس قوي ان انت تدي لنفسك بوش كفايه انك قادر انك تشرب اثناء التمرين. فده تاني ميعاد ممكن تتمرن فيه في رمضان. طيب بعد كده بقى هتخلص تمرينك، انت جاهز، هتبقى الساعه 7 ونص 8 الا ربع، انت جاهز ان انت تفطر فطار كويس جدا 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 جدا، تاكل بقى كل العناصر الغذائيه اللي انت محتاجها من كارب بروتين وفاتس. فانت هنا بقى تقدر ان انت تفطر فطار صحي بعد ما الوجبه دي. وكمان هيبقى عندك وجبتين كمان تقدر تاكلهم، او وجبه كمان تقدر تاكلها بعد التمرين. تالت ميعاد معانا هو اللي بعد صلاة التراويح. انت خلاص فطرت عادي على الفطار وكسرت صيامك بشكل صحي وفطرت فطار متوازن، برضو ما مليتش معدتك اللي هو بتخمة يعني، وصليت العشاء والتراويح والساعة 9 10 بالليل، وانت دلوقتي جاهز انك تخش تتمرن فول باور. انت كده خلاص جسمك فيه المية، فيه املاح، في بروتين، في كربوهيدرات، في كل حاجه، وانت فايق في اقصى ليفل ليك، وقادر ان انت تخش تتمرن وتشيل الاوزان اللي انت بتشيلها. واكنك مش يعني اكنك مش في شهر رمضان اصلا، لان انت خلاص هتقدر ان انت لو كنت بتلعب بايسبس كيرل مثلا، ولا بتلعب اي مكان بالوزن ايه، او انتنستي عامله ازاي، او بتجري وقت قد ايه، هتقدر ان انت تعمل نفس الحاجه بنفس الكفاءه، لان انت اوريدي خلاص جسمك فيه الطاقه الكافيه. طيب هترجع من التمرين، هتقدر ان انت تاخد وجبه كسناك، يعني وجبه مثلا وليكن مثلا علبه زبادي يوناني، سكوب واي بروتين، شويه فاكهه، ايا مكان. وهيبقى قدامك كمان بعد ساعتين ثلاثه وجبه السحور ممكن تاخدها. فهتاكل مرتين بعد التمرينه دي. طيب لو انت بقى هتتمرن قبل الفجر على طول الساعه 2 كده، فلو انت خلصت تمرين الساعه 3 3 وربع، قدامك بس وجبه واحده اللي هي وجبه السحور هتاكلها. ده رابع توقيت. التوقيت ده مشكلته شويه في النوم. انت هتنام امتى؟ لان التمرين اصلا من الحاجات اللي بتفوقك، فانت عامل تمرينه انتنس بتاعتها قويه، انت جسمك متشبع بقى لانك واخد كذا وجبه وفايق وشارب ميه وبتاع، بس للاسف هيأثر على النوم بتاعك، فبالتالي هيأثر على الريكفري بتاعك، فبالتالي مش هتوصل لاحسن نتيجه ممكنه لو انت عايز تخس او عايز تبني عضلات. ف كده احنا عندنا 4 انواع. قبل الفطار على طول، بعد الفطار على طول ساعه كسر الصيام، بعد صلاه التراويح، قبل صلاه الفجر. انا
ارشح لك ايه بالترتيب. احسن ميعاد تتمرن فيه هو التالت ميعاد اللي هو بعد صلاة التراويح، لان جسمك بيبقى جاهز بشكل كبير جدا. تاني ميعاد اللي هو بعد كسر الصيام، من وجهة نظري ده ميعاد كويس جدا 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 جدا، وده اللي انا مشيت عليه سنين طويلة، 5 6 سنين اكتر والله، يمكن اكتر من 5 6 سنين انا بكسر صيامي وبنزل اتمرن، بكسر صيامي وانزل اتمرن. فده كويس جدا 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 جدا، وكمان بيسد نفسك جدا وبيخليك ما بتاكلش كويس خالص. فيعني من الحاجات يعني ده اكتر نوع تقريبا ممكن يساعدك في خساره الوزن. تالت حاجه اللي هو من وجهه نظري اللي هو قبل الفطار على طول. اللي قبل الفطار على طول ده كويس علشان هو بيعمل حاجه مهمه جدا، بيخليك تسيف الوقت وبيخليك تتمرن 100%، لان الوقت اللي قبل الفطار ده وقت ميت، وقت ميت عند معظم المصريين، اللي هو ما بيبقاش عارف يعمل ايه. هو ما بيبقاش فيه شغل، اللي هو مثلا من الساعه 5 للساعه 6 ما بيبقاش فيه شغل، محدش بيشتغل، وفي نفس الوقت انت ما فيش صلاه تراويح، فما فيش حاجه تقدر ان انت تشغل بيها وقتك. فلو اتمرنت في التوقيت ده، ده وقت ميت، ومعاك بقيه اليوم فاضي بقى للعباده والصلاه والعزومات وتخرج وتروح وكده. رابع ميعاد واسواقهم من وجهه نظري اللي قبل الفجر على طول، ان ده مش هيخلي نومك كويس، وكمان هتاكل وجبه واحده بعديه، وممكن تكسل ان انت تتمرن في التوقيت ده. انا هعمل ايه الصراحه؟ زي ما قلت لكم ان انا بقالي 5 6 سنين بتمرن، بكسر صيامي وانزل اتمرن على طول، وده عمل لي مشاكل كتير ليها علاقه بان انا ما كنتش بعرف اصلي كويس التراويح. عمل لي مشكله تانية ان انا كان بيسد نفسي بشكل كبير جدا جدا، ما اعرفش اخد البروتين انتيك بتاعي. هو حلو قوي لو انت عايز تخس، زائد ان انا نفسيا تعبت شويه من الحته دي، حته ان انا ما بقعدش على سفره وما باكلش مع الناس. فالسنه دي علشان عايز اغير، وعلشان انا عايز اسيف وقت اكبر لبعد الفطار، انا هتمرن ان شاء الله باذن الله قبل الفطار. ليه؟ لان كمان السنه دي فرصه كويسه انك تتمرن قبل الفطار. اول حاجه، احنا قبل الفطار احنا اول حاجه احنا عدد ساعات الصيام عندنا دلوقتي مش كبير. يعني ايه عدد ساعات الصيام عندنا مش كبير؟ يعني احنا هنصوم 13 ساعه بس في الرينج ده، فاحنا قادرين ان احنا ممكن نتمرن في التوقيت ده. زائد ان الجو مش حر قوي ان شاء الله في رمضان، ما اعرفش التقلبات، بس يعني الجو مش هيبقى حر قوي في رمضان، فجسمك مش هيبقى عطشان ولا محتاج املاح زي ما بيبقى الجو حر. فالسنه دي ممكن اريكومند بشكل او باخر ان تعالى ممكن نتمرن قبل الفطار تمرينه مش انتنستي عاليه، لان الجو كويس وفي نفس الوقت عدد الصيام مش كتير. طيب انا ناوي اتسحر ايه واعمل ايه بالظبط عشان البرفورمانس بتاعي يبقى كويس قبل الفطار؟ انا ناوي ان انا اخر سحوري شويه، اخلي سحوري ات سام بوينت مثلا الساعه 2 الساعه 3، بحيث ان انا يفضل في مخزون في اكلي اطول فتره ممكنه، واحاول ان انا اشرب ميه كتير جدا على فتره السحور، وكمان هاخد قهوتي في فتره السحور اخر قبل الاذان على طول، بحيث انها تديني بوش ان انا اكمل اليوم. ده اللي انا هعمله، وده اللي انت تعمله لو انت ناوي تتمرن قبل الفطار. على العموم الفروقات مش كبيره، قبل الفطار بعد الفطار كل التمارين هتأدي انك تخس. المهم ان انت تتمرن، دي اهم حاجه. ما تقعدش تتحجج يعني من الاخر، وحط على نفسك الزام من دلوقتي، وحط وقت انت تتمرن فيه. اكتب لي دلوقتي في الكومنتات انت ناوي تتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار، وايه الهدف بتاعك من التمرين. عايز تخس، عايز تزيد، عايزه تشدي جسمك، ايا ما كان ايه الهدف اكتبوا دلوقتي في الكومنتات، وحطوا على نفسكم عهد ان انتوا اخترتوا الوقت ده، وان ده الوقت المناسب ليكم ان انتوا تتمرنوا. المهم ان انتوا تتمرنوا. شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.